أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد بحلقة اليوم من برنامج يوميات. رح نحكي نحن وياكم عن المنتج المحلي، عن نجاح الصناعات الوطنية، عن خبرة العامل في سوريا ومهارته. هذا الصناعي يلي ما كسرت الحرب عزيمته وقرر أنه يواجه التحديات والصعوبات لحتى تستمر عجلة الإنتاج المحلي بزمن الحرب. إذن عنوان حلقتنا الصناعات المحلية، تحديات التكامل في البيئة التشغيلية. يمثل المنتج المحلي ضمانة الاستقرار الرئيسية للاقتصاد الوطني من جهة، والحفاظ على استمرار العمالة الوطنية في أداء دورها الإنتاجي من جهة أخرى. نجاح الصناعة المحلية يحتاج لعدة عوامل، من أهمها معايير الجودة التي ترتكز على مواصفات محددة، وهذا ما حافظت عليه الصناعة السورية على مدى أعوام طويلة. عانت معاملنا ومؤسساتنا الإنتاجية المحلية خلال سنوات الحرب من حصار وضعف شديدين، لكن الخبرة التراكمية للعامل السوري كانت البديل المناسب بظل ظروف الحرب القاسية على سوريا. إذن مشاهدينا، هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. مثل العادة، لكل يلي حابب أنه يتواصل معنا يبعث تعليق من خلال صفحتنا عبر الفيسبوك، وأيضا تعليقات مكتوبة من خلال رقم التليجرام 039 700 493. أيضا مشاهدينا، لكل حدا حابب أنه يتصل على هوا القناة السورية، بتقدروا من خلال الهاتف الثابت والرقمين 211 97 15 211 97 16. خلونا ناخذ أول اتصال بحلقتنا. ألو، يمكن انقطع الخط. خلونا لكن نبدأ ببعض المسجات الواردة من خلال التليجرام. فعلا مشاهدينا، الصناعة المحلية يلي أعادت الإشراق، خلينا نقول، للاقتصاد الوطني في سوريا ووضعته على السكة الصحيحة، وكلنا بيعرف هذا الشيء. خلينا كمان نوجه تحية من خلال المسج الواردة معنا، عم يوجهوا تحية للصناعيين في حلب. فعلا تحية لسواعد كل الصناعيين في سوريا، ومن خص بالتحية صناعيين في حلب. كلنا بيعرف مشاهدينا، حلب كانت العمود الأساسي في الصناعة، وإن شاء الله يا رب بترجع المعامل لحلب ترجع توقف على رجليها. وعم نشوف اليوم يعني كثير من التفاصيل يلي عم نشهدها، عم نشوف فيها ناحية إيجابية في مجال الصناعة وفي مجال الاقتصاد الوطني. رح نتابع معكم مشاهدينا بحلقتنا لليوم يلي بتحمل عنوان الصناعات المحلية، تحديات التكامل في البيئة التشغيلية. خلونا نتابع نحن وياكم استطلاع لزميلتنا رؤى ربيع، وإلنا عودة. تفضلوا. على شو اسمه، فنيجي نوقف بسبب الغاز مثلا، انه في ازمه غاز هلا، يعني المعامل كلها وقفت. 12 سنه موجود هون جوات المعمل. يعني هلا الانتاج الوطني صفي، يعني هو ثروه وطنيه بالاساس يعني تقريبا، وصار فينا احسن من الخبرات الاجنبيه. يعني هون العالم يعني او كاشخاص كعمال موجودين اثناء تدريبهم ودوراتهم المكثفه وقيامهم بهذا العمل بشكل يومي، ويعني اتقان هذا العمل والجوده تبعه، يعني صار بالظاهر ويجوز اكثر كمان من الخبرات الاجنبيه. انا صار لي هون 15 سنه تقريبا، يعني صار في عندنا خبرات، صار في عندنا خبره هاي نقدر نعتمد عليها احنا بالصيانات. الاول يعني قبل هيك كان لما يصير عندنا في مشكله ان كان بالفرن او بالهاي نضطر نستعين احنا بقدرات خارجيه، مثلا مثل الخبراء يجونا. بسنين الازمه تقريبا 7 سنين يعني ما احتجنا اي شيء، يعني هي الخبرات اللي عندنا صارت عندها قادره انها تقدر تقوم باي عمل صيانه بالمعمل. 15 سنه تقريبا. قديش تعتبر انت نفسك متقن للعمل، او قديش تراكم عندك خبرات خلال هاي السنوات؟ طبعا من خلال الفتره الزمنيه الطويله اللي قضيناها بهالشركه صار عندنا قدره على الابداع، وصار عندنا قدره على انه احنا نكتفي ذاتيا. هلا المنتج الوطني عم يتطور بشكل يعني صار يقترب من المنتج الاجنبي من حيث الجوده، وان شاء الله بنوصل لمرحله نصير منضاهيهم. ليش بنستورد اذا نحن عندنا منتج وطني بهذه الجوده؟ ليش بنستورد؟ هلا في يعني تصور مسبق عند المستهلك انه المنتج الاجنبي افضل ويعني مزايا اكثر، بس هذا الشيء يعني السوق عم يكشف يوم بعد يوم انه ما عاده حقيقي. هي الخبرة بشكل عام كلمة يعني بتحتمل التراكمية.
خلال 18 سنة أكيد بالبداية بيكون الشخص مبتدئ، باستمرار العمل وبتطوره ممكن يكسب خبرة أكبر يعني يوم بعد يوم ليوصل لمرحلة أنه يعني يصير بروفيشنال تماما بهذا المجال اللي عم يشتغل فيه. وهذا الشيء نحن الحمد لله وصلنا له يعني بعد هالفترة هي، على الرغم من مرور الأزمة على البلد خلال ال7 سنين 8 سنين الماضيين، قدرنا نتجاوز كل المصاعب اللي أو أغلب المصاعب، خلينا نكون دقيقين، اللي تعرضنا لها خلال هي الفترة. وصل لمراحل متقدمة تماما. هلا ما بننكر نحن بالبدايات اعتمدنا بشكل او باخر على بعض الخبرات الاجنبية بتشغيل معاملنا وبتشغيل خطوط الانتاج، ولكن بمراحل متقدمة وبعد دورات تدريبية تبع الكادر الفني والهندسي عندنا الموجود وصل لمرحلة متقدمة. وصراحة اجت مرحلة الأزمة اللي مرينا فيها أدت أنه فرضت علينا الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي. المصانع السورية حاليا قادرة على تغطية السوق السوري بالكامل، وفي فائض للتصدير. حتى كل المعامل السورية، نحن كنا 10 معامل تنتج سيراميك بسوريا، للأسف بسبب الأزمة صفينا حاليا 4 معامل، ولكن هال4 المعامل ما عم تشتغل بأكثر من 30% من طاقتها الإنتاجية، نتيجة حالة الإغراق اللي واجهناها بفتح باب الاستيراد للمنتجات المماثلة للمصنعة بسوريا. فإذا المنتج السوري هو حاليا عندنا طاقة إنتاجية قادرة تغطي، وكل المعامل في توقفات كثيرة عم نعاني منها نتيجة ضعف التصريف. شو السبب؟ إنه نخسر قطع أجنبي ونجيب منتجات منافسة، ولأنه هذا على المدى الطويل حيأثر على الصناعة المحلية. يعني أنا المصنع للأسف اللي حيتوقف يمكن إعادة تشغيله حتكون صعبة، فإذا حنخسر الصناعة من الصناعات العريقة بسوريا واللي صار لها فوق 30 سنة تقريبا. بقى للأسف يعني مرينا بأكثر من حالة انقطاع، وللأسف هلأ بهالآونة الأخيرة نحن من بداية الشهر بشكل مفاجئ توقف المعمل نتيجة توقف إمداد للغاز ال LPG من مصادره. توقفنا هلا حاليا صارنا 16-17 يوم وما في صورة واضحة امتى ممكن الاستمرارية. هلا نحن يوم بنقطع الغاز عم يكون 100% واقف المعمل صراحة يعني. أما إذا حسبناها على مدار السنة، مرينا بالسنتين الأخيرات كان شبه مستقر موضوع الغاز، كنا نعاني من موضوع المازوت أكثر، ولكن هلأ للأسف موضوع الغاز يعني وقف المعمل تماما 100%. بنحييكم من جديد مشاهدينا، وعودة لمتابعة حلقتنا لليوم من برنامج يوميات يلي عم نحكي من خلال هذا البرنامج عن الصناعة السورية، المنتج المحلي لليوم. ودكتور سنان، لنا عودة لحضرتك، كان في آراء متعددة بالتقرير أنه عدم عمل المعامل بسبب استيراد المصنوعات من الخارج. يعني نحن عندنا طاقة إنتاجية، هي أحد الثغرات اللي بتعطى على الحكومة. كلامه صحيح تماما. نحن بنمتلك الخبرات، في ضعف بالتصريف، ولكن هناك من يمرر قرارات استيراد من دول لا تضاهينا بالجودة بالرغم من صعوبات تؤثر على التسويق وتؤدي إلى انقطاع. هي أحد الثغرات، حماية المنتجات السورية القادرين على صناعتها. مرت فترة خلال الأزمة بالحصار والعقوبات كان هناك بعض الفوضى المفتعلة من أجل تأمين استمرارية الحياة. أصبحنا في بعض الاستقرار، يجب إعادة لبعض القرارات ومنها حماية المنتج المحلي الذي يضاهي الأجنبي ويتفوق عليه، ومنها السيراميك. هناك في السوق منتجات غير سورية تضاهيها السورية، فمن يدخلها ومن يحميها؟ يجب حماية المنتج السوري عبر قرارات وعبر منع استيرادها طالما هناك بديل محلي ومراقبة الجودة المحلية. هي أحد الثغرات على الحكومة تماما. هذا الشيء اللي عم نشوفه والناس عم تحكي، يعني سواء كانوا ناس عاديين أو حتى عمال أو صناعيين، في إيجابيات وسلبيات تماما عم يحكوا من الوجع. نحن بنمتلك الطاقة الإنتاجية. الغاز مشكلة ياسر. نعم. كلما مضينا بالاستقرار والحل السياسي الصحيح ستخلق لنا مشاكل. دولة تعترف إنه الفساد معشعش، ونحن بنعترف هلا بدنا نحيط فيه ونتجاوزه. وهناك من لا يريد الحل لسوريا لأنه كان الدم السوري هو حماية لدمائهم.
أنا برؤيتي هناك إحاطة وعقلانية لكل هذه الأمور وستحل لولا نجد هناك من يسمع ويأخذ بالتوصيات لن نتكلم. كلامه صحيح في موضوع السلعة التي تغزو السوق. موضوع الغاز موضوع يجب أن يحل، ولكن في ضغط بالغاز على مستوى البلد كلها تماما، وتأثيراته السلبية راجعة على المواطن السوري وعلى كل الشرائح الاجتماعية في سوريا. نتشكرك الدكتور سنان ديب، وحضرتك أكاديمي وخبير اقتصادي. شكرا لك وشكرا لكل من وقف مع استمرارية الصناعة السورية، وشكرا لكل من وقف مع هذا الوطن. ونتمنى من الحكومة أن يكون المواطن عامل مواطن بتحسين المعاش وتقليل الأزمات قدر الإمكان. يبقى المواطن السوري أساس بقاء سوريا مع الجيش العربي السوري. تمام. نحترم الصناعي الذي يحترم المواطن ونحترم الحكومة إن وقفت. كلنا صف رديف خلف وكلنا ضد الفساد من أجل تجاوز البيروقراطية. شكرا لحضرتك. طبعا مشاهدينا بنتمنى يكون في تسليط ضوء من قبل الجهات المعنية على موضوع أهمية البيئة التشغيلية اليوم، لأنه أكيد الصناعة لحالها ما بتكفي، بحاجة لمنظومة متكاملة بهذا الموضوع، وأكيد الأمل كبير والجهد مستمر لأجل سوريا المتجددة. بدنا نودعكم على أمل اللقاء فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوميات. تبقوا بألف خير، إلى اللقاء.